الحقيقة أن السيسي منذ أن قام بانقلابه على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، وهو يحمل أجندة أمليت عليه من القوى العظمى في هذا العالم، وخاصة من اليهود والصهاينة والأمريكان وبعض الأوروبيين، أنه يريد يعني حملة كبيرة ضد الإسلام بشكل عام. وفي مصر الذي يحمل الإسلام الوسطي ويعمل على يعني إقامة هذا الدين الحنيف بوسطيته المعروفة الإخوان المسلمين، هو جاء بأجندة واضحة كاملة الأركان كيف يعني يهدم هذا البنيان، وهذا لن يكون بإذن الله، لأن هذه دعوة الله عز وجل، وقد حاول من قبله آخرون من الطغاة والمجرمين وفشلوا في هذه المحاولات المختلفة. هو ماضي في طريقه لأجندة دولية كبيرة لحساب اليهود، يريد إتمام صفوة القرن، يريد أن يكون هو له سلطان وله أجندة معينة في القضايا الإقليمية، سواء في اليمن أو في سوريا أو في السعودية أو غير ذلك، على حساب شعب مصر وعلى حساب الإسلام العظيم وعلى حساب هذه الجماعة التي تمتد عبر 90 عام ولها في أكثر من 90 دولة أتباع يحملون هذا الدين العظيم بشكله الوسطي الذي كله تسامح وكله يعني تعايش مع كل القوى المختلفة. السيسي يحمل هذا الملف في مصر، وطبعا منذ أن قدم حوالي 6 سنوات وهو ماضي في طريقه في تحقيق ذلك، دون النظر إلى قيم وإلى إسلام وإلى دين وإلى إنسانية. حتى العالم الغربي عالم غريب جدا، يعني يتأثر لموت حيوان وقطة ولا كلب ولا كذا، ولكنه لا يتأثر لعشرات بل مئات المصريين الذين ماتوا في رابعة بل حرقت جثثهم، وعشرات بل مئات من يقتل يوميا في سيناء وفي شوارع مصر دون أي حساب ودون أي قانون ودون أي رادع، وأيضا بالعشرات الذين يعدمون الآن هم خيرة شباب مصر، المهندسين والأطباء والأساتذة والعلماء كلهم. فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين هو أحد أفضل 100 عالم في القرن الماضي في المنطقة في العالم. بقية أعضاء مكتب الإرشاد الذين حكم عليهم بالإعدام، الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي وغيره كلهم قامات علمية وأساتذة في تخصصاتهم ومفكرين وعلماء، يعني بدل أن تفتخر بهم مصر والجيش المصري وكذا، حولوهم إلى مجرمين ويحاولوا التخلص منهم. وطبعا هؤلاء جميعا، هؤلاء الأساتذة والمفكرين والعلماء، هم من يقفوا ضد هذا الملف الذي يحمله هذا المجرم، ولذلك هو يريد التخلص من كل من يقف في وجهه أمام هذا الإجرام الذي يحاول أن يحققه في هذه المنطقة، لا أقول في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية جميعا. هو ضد أي شيء فيه تصالح مع الله سبحانه وتعالى أو تصالح حتى مع البشر عموما، هو يقف مع كل المصلحين. وأظن أنكم يعني تتابعون موقفه من تركيا، موقفه من قطر، موقفه من كل حر، موقفه من رئيس أردوغان مثلا، هذا الرجل الذي يحمل كل معاني الخير والإنسانية، كما نرى ونلاحظ ونعايش مع كل الأقطار وكل الشعوب. هو يعني لا يستطيع أن يسمع أو أن يتعايش مع هؤلاء العظماء الكرام الذين يحملون كل معاني الإنسانية، ولذلك هو يحاكم كل هؤلاء من هذا المعنى، أنه لا يريد أن يقف أمام برنامجه أحد من المصلحين ومن الدعاة ومن هؤلاء المفكرين العظام. هو لم يترك أحد، يعني بعد أن حبس الإخوان وقتلهم في رابعة، ثم قتلهم في الشوارع، ثم قتلهم في الإعدامات، هو أيضا انتقل إلى كل المعارضين، حتى من التيارات المدنية ومن الليبراليين ومن اليساريين، الآن في سجون حتى من العسكريين. يعني سمعنا
وهو رئيس أركان الجيش المصري أيام حسني مبارك في فترة كان سامع عنان ده اسم كبير، الآن يحاكم والآن أخذ حكم ب10 سنوات، وده أمر كبير. هذا الطاغية هو يريد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، هو فرعون على حد سواء، يريد أن يقول أنا وما بعدي الطوفان، فلا يقف معه لا مفكرين ولا علماء ولا حتى يعني الشرفاء من الجيش المصري، هو لا يريدهم أيضا. فبالتالي هذا هو مشروع هذا المجرم، هو يريد تصفية مصر بعد أن باع أرضها وباع مقدراتها وباع غازها وباع بترولها وباع كل شيء في مصر، باعه بثمن بخس لليهود وأعوانهم، وهو الآن يقدم خيرة شباب مصر على أعواد المشانق يعني يخلو له الجو ليحقق ما يريده اليهود وغيرهم من الصهاينة في المنطقة. هو ليس في ذهنه لا قضية فلسطينية ولا قضية عربية ولا قضية إسلامية ولا أمة مطلقا، هو في أدمغته هو شيء واحد فقط، هو تحقيق ما يراد له وما خطط له وما رتب له من الهجوم على الإسلام بكل قيمة. ولو حضراتكم بتتابعوا فلتات لسانه التي تعبر عن مكنونات عقله وقلبه يؤكد أنه كلما هو فيه بعد عن الله وبعد عن الإسلام وبعد، إذا كان هناك في آخر زيارة بيتكلم أمام الأوروبيين يقول نحن نريد مراقبة للمساجد، يعني يخاطب الأوروبيين أن يتابعوا ويراقبوا مساجد المسلمين في ديار المسلمين. أي عمالة وأي خيانة وأي خسة بهذا الشكل. فلكن نحن على يقين تام وثقة كاملة أن هذه الفترة ستنتهي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني احنا التاريخ شخص أمامنا. بغداد مات فيها أكثر من 1,000,000 في وقت قصير جدا، وبعد سقوط في اليوم الذي سقطت فيه بغداد ولد عثمان الذي أقام الدولة العثمانية ونشر الخير والبر في عموم العالم، وأعاد الخلافة الإسلامية للأمة بعد أن يئست من الحلول. لما التتار غزوا بغداد عاصمة الخلافة آنذاك وقتل فيها الملايين، تصور إنه الذي لم يمت بالسيف مات بالطاعون في بغداد، ومع ذلك مرت هذه الفترة وعادت الأمة مرة أخرى وعادت الخلافة مرة أخرى، ونحن على يقين أن هذه الفترة ستمر وأن الخلافة ستعود وأن المسلمين سيعودوا إلى عزتهم وإلى نصرهم. هذا يقيننا في الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيقيننا أن هذه فترة وستمر، وسينتقل هذا المجرم إلى مزبلة التاريخ بإجرامه، سيقف أمام الله عز وجل يحاسب عن كل قطرة دم أراقها بدون جريرة وبدون مقابل، لأن أول شيء يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الدم. وبالتالي نحن على يقين رقم 1 من نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ثم أيضا على يقين أن هذا المجرم وغيره من الطغاة المجرمين كبشار وغيره سيحاسبون في الدنيا قبل الآخرة، وستكون هذه الدماء الزكية الطاهرة لعنة عليهم، ولن يتركهم الله سبحانه وتعالى ولن يتركهم التاريخ ولن يتركهم البشر، لأن هؤلاء هم أعتى المجرمين. فرعون في الماضي قتل الرجال وسبى النساء وقتل الأطفال. هذا المجرم زاد عليه أنه أحرق الجثث، تصب النساء، وصنع ما لم يفعله أي فرعون قبله. ولذلك نحن على يقين أن الجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل سينزل به يعني ربما ما لم ينزل بأحد من قبله، لأنه تجبر ولأنه طغى ولأنه فاق كل الحدود، والله عز وجل لا يقبل أبدا الظلم، وهو سبحانه وتعالى هو العادل.